السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا اكتر وصفة ليها شعبية ومحبوبة جدا عندنا، الكشري المصري بكل اسرار المطاعم، والمكون السري اللي بيتحط على الصلصة اللي هتخليكم تفتحوا محل كشري ألذ مليون مرة من المحلات. بصوا ما شاء الله على جمال الكشري، هتدمنوه بعد الطريقة دي. يلا حبايب قلبي، نسمي ونصلي على الرسول وندخل على وصفتنا النهاردة. معايا طبعا المكرونة المقصوصة الصغيرة دي أصغر مكرونة بتاعة الكشري دي. ومعايا برضو مكرونة من الأسباجيتي، أي كمية وأي مقدار انتوا حابينه على حسب أفراد أسرتكم. معايا مية على النار بقى بتغلي، بحط فيها شوية من الملح الأبيض وبنزل بقى المكرونة فيها، بسيب المكرونة بقى تتسلق براحتها. بقلبها معايا وبسيبها بقى بتتسلق براحتها. هنعمل بقى معايا هنا كده العدس. هسلق العدس ده ربع كيلو، هنزله في مية مغلية، لازم المية معايا تكون غزيرة عشان ما يشربش المية كلها ويكون معجن معايا. عايزة أصفيه، أنزل منه كمية من المية كبيرة وأنا بسلقه، وبضيف معاه كمون وكزبرة وفصين من التوم عشان أطعمه كويس قوي. بطعم معايا كل حاجة هنا. بس بسلق العدس، ما بسلقهوش قوي يعني. هنا بقى معايا 4 حبات من البصل، اي كميه انتوا عايزينها، انا بحبه زياده شويه. بقطع البصل جوليان، ماشي؟ يعني الجوليان بقسم البصل على 2 واخد كل جزء اقطعه شرايح معايا زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا كل بصلتين عليهم معلقه كبيره من النشا. انا عملت 4 بصلات عليهم معلقتين من النشا. بفرفت البصل بايدي زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا بقى زيت في الطاسه، اهم حاجه يكون معايا زيت غزير وسخن، وبوزع البصل فيه زي ما انتوا شايفين كده. هنزل البصل بقى في الزيت السخن. اول ما ينزل البصل ههدي النار عشان بيبخر المية اللي جواه، وهيخلي البصل ياخد لون ذهبي معايا ويفضل فترة كبيرة مقرمش. هنيجي هنا بقى نعمل الحمص معانا. انا بنقع الحمص من قبلها بليلة، او بيقعد معايا 12 ساعة. بنقعه في مية سخنة، وبحط عليه معلقة صغيرة من البيكنج صودا. خلاص هو كده الحمص معايا منقوع من قبلها. بنزله بقى في الحاجة اللي انا هسلق فيها، وبنزل عليه بالمية المغلية. وبعدين برضو بطعمه زي ما قلت لكم، انا بطعم كل حاجة هنا معايا: رشة من الكزبرة ورشة من الكمون ورشة من البابريكا وفصين من الثوم. وهنا بقى حطيت شوية من الملح وبقلبه، بحطه على النار يتسلق بقى براحته. في الوقت كده بوريكم البصل اهو بخر المية اللي معايا، بدأ ياخد لون. ومعايا هنا كده بقى العدس ومعايا الحمص بتسلقه. هنا كده البصل زي ما انتوا شفتوه. خلاص البصل بياخد معايا لون ذهبي، ما بخليهوش يغمق عشان ما يمررش معايا. هنا هنعمل مع بعض بقى الرز. الزيت بتاع البصل انا استنيت لما خلصت الزيت بتاع البصل، ده هو بقى الكينج معايا او البطل معايا في الوصفة كلها. باخد من الزيت بتاع البصل كبشة كبيرة كده، وبنزل بيها في الحلة، بحمر بيها الشعرية لحد ما بتاخد لون ذهبي معايا. وبنزل معايا بكوبايتين الرز المغسول كويس جدا، وبفضل اقلبه معايا لمدة دقيقة على نار هادية. وبعد كده باخد المية بتاعة العدس. لما انا سلقت العدس، انا صفيت العدس وخدت المية بتاعته. المية بتاعة العدس دي انا بنزلها هنا على الرز. وممكن كمان اسوي العدس بنسبة 50% نص سوا، وبعد كده بضيفه على الرز معايا، وبعد كده برضو بسويهم مع بعض. لكن انا سلقت العدس لوحده وصفيته، وبعد كده خدت المية بتاعته عشان اخد الغذا كلها يبقى موجود معايا. هي نفس الفكرة، كأني حطيت العدس معايا على الرز وسويته مع بعض. كده خلصت الرز. يلا بقى نعمل مع بعض صلصة الكشري. انا بقى هنا معايا بضيف بصلاية صغيرة جدا على صلصة الكشري.
في ناس ما بتضيفش، لكن انا بضيف لها بصلايه صغيره جدا. برضو بنزل معايا بكبش من الزيت بتاع البصله. زي ما قلت لكم، زيت البصله ده هو الكينج معايا في الوصف. باخد شويه من زيت البصله بنزل عليه، البصله المتحمره بنزل عليه ببصله صغيره جدا وانا بعمل الصلصه بتاعه الكشري، ويا دوب تتحور حاجه بسيطه جدا، وبنزل عليها بمعلقه كبيره من الثوم المهروس. بقلب لحد ما يبدأ ياخد لون. بنزل عليهم معلقة صغيرة من الكزبرة، نص معلقة من الكمون. بقلبهم تاني مع بعض، وبنزل عليهم بقى بربع كوباية خل أو 4 معالق كبيرة من الخل. خلاص كده. وبعد كده بقى بقلبهم وانزل لهم معلقة سكر عشان تعادل الحموضة معايا بتاعة الصلصة. بنزل بعد كده 4 كوبايات من الصلصة من الطماطم معايا أو الصلصة. دي الطماطم اللي أنا بعملها وبشيلها في الفريزر، طبعا انتوا شفتوها قبل كده. وبعد كده بديها رشة من الملح، بظبط الملح بتاعها، وبقلبها وبسيبها تتسبك. ولما تتسبك هقول لكم على على السر الاخير اللي انا بحطه على الصلصه عشان يظبطها معايا زي صلصه الكشري بالظبط. خلصت كده الصلصه، يلا نعمل مع بعض دقه الكشري. معايا برضو كبشه من الزيت بتاع البصله اللي انا محمراها، وهنزل هنا بقى معايا بمعلقه كبيره من الثوم، ومعايا هنا قرنين فلفل من الحراق اللي انا عاملاه، او هريسة الشطة اللي احنا عاملينها مع بعض بتنزلوا بمعلقة كبيرة. وبقلبها كده، على فكرة ممكن تحطوا شطة خضراء عادي جدا، بتبقى ساعتها اللون بتاعها اللي هو اللون الفاتح ده. خلاص. وبعد كده نزلت بالكمون والكزبرة ومعلقة صغيرة من البابريكا، وبقلبهم كويس جدا مع بعض. في الحالة دي بيبقى معايا مية مغلية، بنزل عليهم بقى ب3 كوبايات من المية او كوبايتين زي ما تحبوا. خلاص. بسيبها تغلي مع بعضها كويس كده، وفي الاخر هقول لكم انا هحط عليها ايه. هنا بقى شفت الرز استوى ومفلفل معايا، وواخد اللون الغامق ده عشان خاطر مية العدس اللي انا حطيتها عليه. خلاص الدقة غلت معايا. خلاص بنزل عليها بربع كوباية خل، وفي المرحلة دي بكون انا طفيت النار. الخل بحطه وانا بطفي النار. وبعد كده بقى بعصر 4 حبات من الليمون معايا وبنزل بيهم برضه، وبقلبها. وبكده خلاص الدقة خلصت معايا كده. كده خلاص تمام. والصلصة كده خلاص خلصت. المكون بقى السري اللي هيخلي بيدي معايا طعم صلصة الكشري، ملعقة صغيرة من جوز الهند، أو رشة صغيرة لو حابين تحطوا مثلا نص معلقة صغيرة من جوز الطيب. سوري، جوز الطيب يا بنات، أنا غلطت معلش. وبعدها بقلب. بعد كده بطفي النار، ما بسيبهاش والنار شغالة عشان ما تمررش معايا. بعد كده معايا بقى الحلة الكبيرة بتاعتي، بنزل فيها بكبشتين صغيرين كده من الزيت بتاع البصلة. وبعد كده بقى بقلب فيها المكرونة. لازم اقلب فيها المكرونة اشمعها كلها بالزيت دوت عشان تبقى معايا مفرولة كويسة كده. ماشي، عشان ما تكونش معجنة معايا. هنا بوريكم بقى الرز استوى، وهنا الحمص خلاص اتسلق وجهز، وهنا دي الدقة بتاعت الكشري، وهنا معايا العدس، وهنا معايا البصل، وطبعا الصلصة انتوا شفتوها. والمكرونة في الوقت ده بتتقلب على النار. قلبت المكرونة كويس جدا بالزيت، شمعتها كلها بالزيت. وبعد كده بقى باحط كل الحاجات على بعضها. أنا باحب أضيف كل الحاجات على بعضها، وأقلبها وأسيبها في حلة جاهزة على بعضها. ما بيفضلش معايا غير البصلة باحطه، والحمص بقى في الآخر في التشكيل، وطبعًا الصلصة والدقة بيكونوا كل حاجة لوحدها. أنا كده حطيت الرز، المكرونة، ومعاها طبعًا الرز، ومعاها العدس بجبة. وبعد كده باقلبهم كلهم مع بعض زي ما أنتم شايفين كده. والحلة دي بتفضل معايا جاهزة على قد كل اللي هياخد طبق هيحطه في الميكروويف حتى لو برد، ويسخن معايا، وابدأ بقى احط على الوش بقى البصل والحمص والكلام ده. خلاص انا هحطه بقى في طبق التقديم هنا. حطيت طبعا الحمص على الاحرف كده، وبعد كده حطيت البصل، وطبق الصلصة حطيته في النص زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا برضو سلطانية من الدقة حطيتها جنبي. وجربوا بقى طريقة الكشري دي، بجد هتاكلوا احلى طبق كشري، هتدمنوه، مش هتفكروا تجيبوا كشري تاني ابدا من بره. يلا حبايب قلبي، جربوا وصفتنا النهارده للكشري ده،
وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، ولايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.